بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تزول المصيبة؟ المصيبة معلومات كده عنها، يعني هي المصيبة دايما بتولد كبيرة ثم بتصغر مع الوقت. وكمان ان كل مصيبة متفصلة على مقاس صاحبها، ما فيش حد بياخد حاجة ظلما وهي مش من نصيبه مثلا او كده. وكمان انه دقيقة الألم ساعة، ودقيقة اللذة ثانية. يعني الناس اللي فعلا عندها مصيبة وكده هي عايشة في صعوبة طبعا. وكمان انه المصايب بتطهر من المعايب، يعني بترفع السيئات وبناخد منها دروس. فديت برضو من الحاجات اللي لازم الإنسان يفكر فيها علشان تزول من عنده المصيبة. ولازم يؤمن بأن المصيبة يعني متفصلة على قد قدرة صاحبها اللي بيؤمن بالإيمان والقدر، واللي بيعرف أنه الجزع لا يرد المصيبة. الخوف والقلق مش هيرد المصيبة، ما كده كده هتحصل في الوقت اللي ربنا عايزه. بعد كده كل مصيبة وليها حكمة، ربنا طبعا هو سبحانه وتعالى أدرى. وبعدين كل مصيبة لها ثواب إذا صبر. لازم يصبر، ما يقعدش يشتكي ويقول ما أنا هاخد الثواب، لا، لازم من الأول يصبر. وبعدين أهم حاجة إنه المصيبة ما تكونش في الدين، بحيث إن هو يعني يصبح يلاقي نفسه كافر بعد ما كان مؤمن. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واللهم ارفع عنا المصائب.